شفت جمهور نادي الزمالك الوحيد اللي على كوكب الكرة الأرضية اللي بيفهم في الكورة، مفيش حد غيره بيفهم. ايه يا جدع انت الكلام الماسخ اللي بتقوله ده؟ ايوه ده سؤال مهم، انت تقصد ايه بالكلام الماسخ ده؟ تعالى بقى انا اقول مساء الخير عليكم. الكلام دوت ملوش اي علاقه باصدقائي الزملكاويه. اصدقائي الزملكاويه اللي عمري ما سمعت منهم ان هم بيقولوا احنا اكتر ناس بنفهم في الكوره. الكلام دوت للناس اللي هي على السوشيال ميديا اللي بتقعد تقول لك احنا بنفهم واحنا ما بنفهمش، والبعض الزملكاويه اللي هم عندهم احقاد من اللي شافوه من النادي الاهلي. الناس ديت صدعتنا بموضوع الاهلي ما بيروحش يلعب في الاسماعيليه، لو رجاله روحوا يلعبوا في الاسماعيليه، والاسماعيليه دي اللي رجاله كانوا بيتكلموا بناء على درجه فهمهم، بما ان هم اكتر ناس بتفهم على وجه الكره الارضيه. طبعا موضوع ان الاهلي ما بيروحش يلعب في الاسماعيليه معروف علشان دواعي امنيه. تعال بقى اسمعك ميدو الزملكاوي بيقول ايه دلوقتي، ان هو من الزملكاويه اللي كانت بتقول ازاي النادي الاهلي ما بيروحش يلعب في الاسماعيليه، دلوقتي بيقول ايه. اتفرج كده شوف احمد حسام ميدو قال ايه. لازم الاهلي يروح يلعب في الاسماعيلي. لا الاهلي ما ينفعش يروح يلعب في يا الاسماعيلي. كابتن ميدو اقول لك على لا حاجه. الاهلي ما ينفعش يروح يلعب في الاسماعيلي لو ما سيطرتش على الجمهور وسيطرت على العيال دي وعلى اللجان اللي اقتصم عليها تحصل مصيبه. طب بقول لك وانا ضد النادي الاهلي يروح يلعب في اسماعيليه. طبعا الكلام ملوش اي علاقه بالفهم في الكوره، وطبعا واضح مين بيفهم كوره ومين ما بيفهمش كوره. الزملكاويه بداوا يقولوا الكلام دوت دلوقتي بسبب اللي هم شافوه في ماتشهم مع النادي الاسماعيلي. طبعا ولاد العم وقعوا في بعض، لكن القصه كلها لا محتاجه فهم ولا محتاجه كل الكلام اللي بيقولوه دوت. اي حاجه فيها كنايه في النادي الاهلي هم بيقولوها وخلاص، ما تفرقش معاهم مين اللي بيساندوه، المهم يبقى كنايه في النادي الاهلي. طبعا دول لو بيفهموا زي ما بيقولوا كانوا طبقوا المثل اللي بيقول لك انا وابن عمي على غريب. دلوقتي ما عندهمش لا قريب ولا ابن عم، اي كنايه في النادي الاهلي ماشيين ورا التيار. طبعا ايه معروف، اي حد بيمشي ورا التيار بلا وعي بلا بتاع اكتر واحد بيفهم على وجه الكره الارضيه. اشوفكم الفيديو اللي جاي.